سلام يا درك اش راكم توجدوا رمضان والله مازال انا ديما نحب نبدا بالمخللات كيما راكم ونحب تشوفوا. ندير لي راح صوص. انا اليوم راح ندير لكم صوص طوماط وراح ندير لكم مخللات. نبداو بالخضره اللي عندي. راس تاع الشوفلوق كنت قطعته وغسلته مليح، الزروديه، الخيار، البسباس، الفلفل الحار، الثوم، وحبه ولا زوج هكذا تاع البيطراف. نغسلهم ونقطعهم هكذا، ما صغار ما كبار. ونجيب البلاره تاعي اللي كنت غسلتهم مليح مليح، ورايحه ندير الطبقه تاع الخضره. راح نبدا بالبسباس، نزيد طبقه تاع الزروديه، طبقه تاع الخيار، طبقه تاع الشوفلوغ. رايحه ندير الفلفل الحار اللي كنت قطعته هكذا باش يعطينا حروريه باهيه، فص تاع الثوم، وطرف تاع البيطراف ما تكثروش لانني حابه يعطيني لون فقط. ورايحه نكمل الطبقه تاع الخضر تاعي حتى تحمر البلاره قد. رايحه نزيد البلاره الثانيه، رايحه ندير طبقه تاع زروديه. يعني طبعا الخضروات، كاين اللي حب ينقص يحب يزيد كيما تحبوا نتوما واش تحبوا ديروا. رايحه ندير طبقه تاع الزروديه، نزيد عليها البسباس. انا هذو هما اللي كانوا متوفرين عندي. رايحه نزيد الشوفلوغ ونزيد الخيار، الزروديه، البسباس، الثوم. ديروا بالطرف تاع الاخر تاع البيطراف والفلفل الحار، وزيدوا كملوا عمروا البلارات تاعكم. رايحه ندير عليهم ورقه تاع رند. واذا عندكم القارص ديروا طرونش باك صغيره، ما تكثروش لانه لو كثرتوا راح يجيكم مرق. انا ما عنديش القارص لذلك ما درتش. رايحه نفوتوا للماء اللي نخلو فيه. كاين بزاف اللي ما يعرفوش كميه الملح اللي يديروها، انا راح نعطيكم قد. لتر تاع الماء ديري فيها 7 مغارف تاع الملح اللي يكونوا معمرين، وضيفي عليها كاس صغير ربع تاع الخل. خلطي مليح مليح حتى يذوب الملح هذاك، ومن بعد فرغي في البلارات حتى يعني عمريهم قد وش يبقى شويه باك باش نفرغوا زيت الزيتون من الفوق. يعني نغطي الوجه بزيت الزيتون هكذا باش نضمنو ما ديرناش الطبقه البيضاء هذيك. مام يقعد ويطول يعني عام ولا مش راح يصوف لنا من الفوق. انا كملت عمرت الماء كيما راكم تشوفوا عمرتهم. ومن بعد درت الطبقه هذيك تاع الزيت. شوفوا اللون تاع البيطراف كيفاه راهو بدا يخرج، يعني حيعطيكم لون باهي كيما راكم تشوفوا. هاني هنا درت الزيت، طبقه هكذا خفيفه باك باش نضمنوا باللي ما يصوفناش. ورايحه ندير كيس بلاستيكي هكذا، ونحكم بالمغط نسكر مليح. ورايح نخليهم يتخلوا في بلاصه مظلمه. اذا راكم حابين تطولوا بهم يعني لازم تخليهم في بلاصه مظلمه. رايح نخليهم يا ربي 15 يوم والله راح تلقاهم مخلين على الكيف. بالنسبه للفلفل الحار راه ما يطولش في التخليل تاعو، سورتو هذا اللي اخضر فاتح راه ما يطولش، ثم يتخلل. رايحه نقعر بالموس يعني هكذا ثقبات والله ياسر. وجيبوا البلارات تاعكم، نحيولوا هذوك الريسان باش هكذا يجيو في البلارات قد ما يجيش خارج، يعني ما يحكملكمش البلاصه. نسحق معاه ثاني زروديه وثوم هكذا باش يعطيني لون باهي ويعطيني الذوق تاع الثوم مليح. رايحه نستف الفلفل تاعي في البلارات اللي كنت غسلتهم مليح مليح. وماذا بكم يعني اذا يعني مش شرط تحبوا تعقموهم عقموهم، كيما يعني تحطوهم يفوروا هكذا ولا تغليهم في الماء سخون. رايحه نزيد كميه تاع الزروديه، وعندي فصوص تاع الثوم، ونزيد نكمل الفلفل الاخضر هذا يطول شويه لانه خشين، يعني يطول باش يتخلل لي واحد 15 يوم هكذاك. رايحه نكمل نعمر البلارات تبعي بالفلفل، ورايحه نزيد ندير الزروديه والثوم، ورايحه ندير نفس يعني اللي درت مع الخضروات. رايحه نكمل بالماء هذاك تاع الملح، اطرة ماء مع 7 مغارف تاع الملح وكاس غير ربع تاع الخل. نخلط مليح، نعمر البلارات تاعي بالماء هذاك، ونخلي قسمه ندير الزيت هكذا باش نضمن انه ما يصوفليش. ما تنساوش ديروا الزروديه والثوم باش يعطيكم ذوق باهي. الرند ما ديروش راه ما يجيش الفلفل. غطيهم بالنيلو وزيدوا كملوا غلقوا عليهم بالمغليق تاعهم، وخليوهم في بلاصه مظلمه. بالنسبة للصوص طوماط راهي من أبن، يعني هايلة هايلة هايلة. ديروها بهذه الطريقة وراح تعجبكم بإذن الله. خبيوها في بلارات وخليوها تسحقوها إن شاء الله رمضان. وممكن تحبوا ديروا يعني بيتزا ولا وتكونوا مزروبين ثم تلقاوها واجدة ديروا مباشرة. رايحة نجيب كمية تاع طماطم نقصها على زوج، نغسلها نحيلها مليح غير ونقصها شويه على تاع زوج. الزريعه ما ورايحة نحيوهاش كامل، يعني نحيو غير اللي زايده هكذا، يعني نحيو الاكثريه وخليه شويه عادي ما كانش مشكل. حطوها في سنيوة على النص اللي قصيته، يعني حطوها على الوجه تاعها.
وديروا كيما راكم تشوفوا راني زاربه في الهدره. دوك باش نحك الطماطم. المهم اغسلوها، ستفوها هكذا كيما راكم تشوفوا في سنيوه، ورشوا عليها كميه تاع الملح، وديروا لها الفلفل الكحل. انا درت الحب، ما كانش عندي المرحي، ودرت عليهم زيت الزيتون. من الافضل ديروا زيت الزيتون وتحطوهم في الفرن تاعكم يطيبوا من التحت غير شويه، ومن بعد شعلوا لهم الفوق خليهم يتحمروا هكذا باش يطير لنا القشره فاسيلمون. كيما راكم تشوفوا القشره راهي تطير ليه ليه. رايحه نحي القشره هذيك ونفرخها في طوبسي، وراح نضيف عليها كميه تاع الفلفل الاحمر ومغرفه تاع طماطم مصبره، وراح نرحي بالميكسور عندي. اذا ما عندكش الميكسور ديري بالروبوت طبعا. ارحي مليح مليح مليح، وشوفي كيف راح يتغير اللون تاعها. هذوك الحبه الكحل راه فلفل الكحل. انا قلت دوك نرحيه بالميكسور، هاو تسرحي شويه وشويه راهو باقي يبان. ارحيوها مليح مليح، وهي سخونه هكذا ديروها في البلارات تاع الزجاج اللي كنتو ثاني غسلتوهم مليح ولا عقموهم كيما تحبوا. شوفوا القوام تاعها كيفاه تجيكم روعه. ما تزيدوا والو، خليوها هكذا. ديروها في البلارات وزيدوا عليها ثاني كميه تاع الزيت. اذا كنتوا رايحين يعني تطولوا باش تستخدموها، ديروا لها كميه تاع الزيت من الفوق. اغلقوا البلاره تاعكم بالمغلق تاعها، وحطوها في الفريجيدير. وقت ما حبيتوا جبدوها وديروا بها، رايحين تلقاها واجده هكذا. ما تزربوش رواحكم. هذا واش شاركت معكم اليوم. يعني نتمنى طريقه ان عمليه يكون الافكار تاعي وتبداو توجدوهم انتم ثاني. شهر رمضان الفضيل ان شاء الله، ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. في الاخير نقول لكم اتهلاو في رواحكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وابوني وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. يلا سلام.